مرحبا كبيدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيان؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبه ان شاء الله يا ربي. اليوم البنات غادي نشارك معكم واحد الصابونه ديال النيله اللي كتجي زوينه البنات، وتقدروا تستعملوها للمناطق كلهم، لوجهكم، لايديكم، المرافق ديالكم، ركابكم البنات ورجليكم حتى هما. تقدروا تديوها معكم للحمام وتغسلوا بها. هاد الصابونه كتجي زوينه البنات بواحد المكونات اللي زوينين وما يقدروا يضر لكم حتى شي حاجه. صابونه ديال النيله كتصايبوها في الدار، كتجي زوينه كيف ما قلت لكم البنات. نبداو البنات هنايا نوريكم المكونات ديال هاد الصابونه هذه. عندي البنات هنايا واحد الكويس الماء سخون باش غادي نذوبوا فيه الصابونه ديالنا ديال الضوف. عندي هنايا شويه الماء سخون قاصح واحد شويه. عندي هنايا معلقه كبيره ديال النشا مايزينا، وعندي هنايا معلقه كبيره ديال النيله الزرقاء. النيله الزرقاء تكون مزيانه البنات وحره، ما تكونش غير نيله زرقاء وصافي، غير صباغه وصافي، تكون مزيانه. هاد البنات هاد النيله البنات سمحوا لي، راه جاب لي واحد الولد من الصحراء كيبيعها وطلبته وجابها لي زوينه. وعندي هنا البنات صابونه ديال الضوف، خذوا ديال الحليب ولا خذوا ديال، انا خديت ديال الخيار حتى هي فيها واحد الريحه زوينه. وعندي البنات هنايا ما ورد، عندي هذا المورد، اي مورد كان عندكم ديروه، المهم يكون زوين. وعندي البنات هنايا زيت الورد، الزيت ديال الورد. هاد الزيت البنات معصور على اليد، كتعصر واحد خالة الزوج ديالي وعطاتني مسكينه هاد القرعه هذه. ديروا البنات كيف ما قلت لكم، اي زيت كان عندكم ديروا، ديال الزنجلان، الزيت اللي عندكم ديروه، يكون زوين، يكون معصور على اليد باش هاد الصابونه تجيكم زوينه. وغنبداو بسم الله البنات على بركه الله. غنحكوا الصابونه ديالنا هي الاولى. عندي هنايا البنات واحد الطويسه فين غنحك الصابونه، نقاد لكم الكاميرا. نحك الصابونه هنايا في هاد الحكاكه الرقيقه، هاد الحكاكه ديال الثومه تكون رقيقه. هانتوما البنات الصابونه ديال الضوف هذه ديال الخيار كتكون على هاد اللون هذا بحال هكا. وغنحاول نحك غير النص ديال هاد الصابونه، ما غنحكهاش كامله على هاد الشكل هذا. هانتوما الناس كتكون رقيقه صافي. غنحكو على هاد الطريقه هذه كلها تنكمل النص اللي انا باغا نخدم به. هاد الطريقه هانتوما البنات حكيت غير النص ديال الصابونه باش غادي نخدم على هاد الشكل هذا، كتكون رقيقه صافي. وغنخلي النص الاخر نحتفظ به. شي وصفه اخرى، هاد الوصفه البنات راه وراتها ليا واحد البنت كتجي للحمام، لقيت معها في الحمام البنات وراتها ليا وعطيها واحد النتيجه زوينه، وسولتها وعطاتني الطريقه والمكونات اللي كيستعملوا في هاد الصابونه هذه صافي البنات. وقلت نشاركها مع صحاباتي العزاز. دابا غندير البنات هاد الماء سخون اللي قاصح كيف ما قلت لكم شويه، وغنحاول نذوب هاد الصابونه ديالي مزيان في هاد الماء سخون، نخليها تذوب مزيان البنات. عاد غادي نزيد عليها هاد المكونات اللي باقيين ليا. اجي قلت لكم البنات الماء يكون قاصح واحد شويه باش الصابونه دغيا تذوب لينا صافي. كنبقى نحركها واحد شويه راه دغيا كتذوب هاد الشكل هذا صافي البنات. هنا الصابونه ديالي بقيت كنحرك فيها حتى دابت بهذا الشكل هذا، كتولي كتذوب مزيان كيف ما كتشوفوا هانتوما هذا الشكل هذا صافي البنات. دابا غادي نزيد عليه هنايا، نزيد هنايا النشا مايزينا معلقه كيف ما قلت لكم، وغادي نزيد هاد المعلقه ديال النيله. غندير البنات زيت الورد، كيف ما قلت لكم الا كان عندكم حتى الزيت ديال الزنجلان ديروه حتى هو كيجي زوين. وغندير البنات هنايا ما ورد حتى هو حسب شي معلقه كبيره بحال هكاك صافي. وغنحاول نحرك كلشي البنات، هادشي يتحرك مزيان ويذوب ليا النشا مع النيله مع الصابونه. عرفتوا البنات هاد الصابونه راه خطيره، انا شفت النتيجه ديالها عاد شاركتها معكم، كتجي زوينه كيف ما قلت لكم. تقدروا ديروها المناطق كلهم،
اي بلاصه بغيتو ديروها ليه كديروها ليها. نحاول ندوب هاد الحبيبات البنات ديال النيله ديال النشا. صابونه مصايبين البنات على يديكم وعارفين اشنو فيها غير حوايج زوينين. بالنسبه للبنات اللي المورد كينشف ليهم البشره ديالهم ما يديروش مورد. هانتوما البنات كيفاش كتولي. كنحركوها مزيان بهاد الطريقه هذه. ريحتها البنات كتحمق، طالعه كتحمق ريحتها حيتاش فيها مورد وزيت الورد. صافي البنات دابا بعد ما ذوبت مزيان هاد المكونات كاملين غادي نجيب دابا فاش غادي نقاد هاد الصابونه ديالي. ماشي ديروها فشي قريعه البنات، ديروها كتبقى مده شهر. هاد الصابونه هادي شهر وانتم كتخدموا بها كتبقى عليها حتى حاجه حيتاش ما فيهاش شي حوايج اللي هما خايبين غيخسروا. فيها غير الحوايج اللي هما طبيعيين. شوفوا البنات كيفاش كتجي خطيره الصابونه هذه. هانتوما البنات بعد ما خلطتها كيف ما شفتوا معايا بهاد الطريقه هذه تداب كلشي، المكونات دابوا مزيان وتخلطوا مع الصابونه الطوف. دابا البنات جبت هذا المول هذا ديال السيليكون ديال الحلوى هذا ديال الشكلاط. غندير صابونات صغار هنايا واللي شاط ليا غنديرو فواحد القريعه نحتفظ به. هادشي اللي كيبان لكم البنات راه واخا كيتغسل كينشف وكيرجع فيه هادشي هذا المول هذا. صافي البنات غندير واحد المعلقه صغيره ونبدا نعمر هاد المول ديالي مزيان. بغيتهم يجوني صابونات صغار واللي شاط ليا غنديرو فواحد القريعه بهاد الطريقه. نحاول نقادهم من الجناب باش يجوني صويبينات مقادين. صافي نديرهم في الفريغو يجمدوا مزيان وديك الساعه غنجبدهم ونستعملهم عادي. تبقاو تغسلوا بها وجهكم كيف ما قلت لكم، توصلوا بها الجسم ديالكم كامل. كتخلي واحد الريحه اللي خطيره والنتيجه ديال التبييض. حاولت البنات نخرجكم شويه من الكوزينه بزاف. انا راه على الخدمه والكوزينه. هانتوما كما كتشوفوا البنات غادي نحاول نعمر هاد المولات كلهم. هانتوما البنات عمرت هاد المول كامل بهاد الصابونه كيف ما قلت لكم. راه بدات كتعقد البنات، بدات كتشد في راسها كيف ما كتشوفوا. غنديرها دابا في الفريغو تيشدوا في راسهم والصابونه تعقد. وغنشاركها معكم البنات ونوريكم كيفاش جات. وشاط ليا البنات واحد شويه درتو هنا في هاد القريعه هذه كيف ما كتشوفوا. هانتوما درت في هاد القريعه هذه البنات ما غاديش نديرها في الفريغو، ما نديرهاش في المجمد، غنخليها غير لتحت في الثلاجه لتحت. وقت ما بغيتها غناخذ منها واحد المعلقه كما كتشوفوا. هانتوما نغسل بها البنات. بعد ما خرجت الصابونات ديالي من الثلاجه جمدوا مزيان وشدوا في راسهم. هانتوما كيفاش كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو بحال هكا. دابا غنديرهم في واحد الباطه البنات. هانتوما درت هاد الصويبينات ديالي درتهم في هاد الباطه هذه اللي كتسد بالغلاقه ديالها. جربوا من البنات راه يعجبوكم. كتعجبكم هاد الوصفه هذه ديال الصابونه تصايبوها على يديكم وتعرفوا شنو دايرين فيها وكتنقي البنات والريحه ديالها خطيره. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. الا عجبكم ديروا لختكم لايك، ابوني، شي كومونتيرات زوينه، وشكرا لكم بزاف.